السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي فن الطبخ. لو أول مرة تشوفي قناتي أنا منى أحمد. النهاردة إن شاء الله هنعمل التوم وهقولك على طريقة تخزينه وهقولك هيقعد ازاي معاكي من السنة للسنة محافظ على لونه. بس قبل ما أبدأ معاكي الفيديو متنسينيش باللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة وعشان عيلتي تكبر بيكي ونوصل الفيديو لأكبر عدد. هنسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. اهم حاجه بس خدي بالك تكوني جنبك شنطه زباله عشان تحطي فيها الحاجات دي اول باول. بالك كمان لو ايدك مش هتستحمل التوم البسي جوانتي عشان انا غلطت ان انا ملبستش ايدي صوابعي حرقتني جامد عشان التوم طبعا بيبقى بلدي. انا حاطه توم احمر على توم ابيض عامله ميكس ما بينهم عشان خاطر الطعم والريحه بتبقى شديده بتاعه البلدي. الاحمر بيبقى الخزين لو انت حابه تحتفظي بحبه ناشفين او ممكن تفصصي التوم وتشيليه في صوص كده عشان خاطر تحطيه مع الباميه. انا جبت التوم هنا زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت بس منضفاه عشان خاطر الحاجات اللي فيه اللي انتوا شايفينها دي. بتجيبي الكمية اللي انت حابة تجيبيها اللي هتكفيكي من السنة للسنة. انا جبت هنا ده 5 كيلو. انت هتجيبي الكمية حابة تقللي حابة تزودي براحتك. هتجيبيه وهتشيلي القشرة الناشفة اللي هي الخارجية دي وبعد كده بعد ما نضفتي كل الحاجات الناشفة اللي في التوم هتبدأي ان انت بقى تقصقصي العيدان دي عشان خاطر العيدان دي مش هنرميها هنستخدمها. هناخد الاخضر والناشف طبعا هيترمي. بقشر الناشف والاخضر بتسيبيه زي ما هو كده. طبعا ما بتغسليش التوم انت بس اهم حاجه بعد ما شلتي القشره الخارجيه اغسلي ايدك كويس. بعد كده بقى هتبداي ان انت تقطعي العيدان بالشكل ده والعيدان دي هنستخدمها طبعا. بشيل جزء اخضر كده زي ما هو بالعيدان في اكياس او بتشيليه في علبه في الفريزر وبتستخدميه في الشوربة شوربة الخضار او شوربة اللحمة او شوربة الفراخ. بيدي نكهة حلوة وبيدي طعم حلو. بتحطيه عود كده في الشوربة بتحطيه عود. والنص التاني بفرمه وبحط عليه كام فص توم بتتبلي بيه يعني تتبلي بيه التتبيلات اللي انتي ممكن بعد كده ترمي التتبيلة بتاعتها عشان ما تخسريش التوم بالعيدان دي. مثلا بتبل بيه السمك طبعا بعد قبل ما بحطه في الدقيق بضطر ان انا اشيل التتبيله فبتترمي فبتبله احسن بالعيدان الخضرا دي. وبكون طبعا حاطه معاه كام فص توم عشان يديهم طعم ويديهم ريحه. زي ما انتي شايفه كده انا بقشر الجزء الخارجي اللي هو القشره الناشفه. وانتي لو حابه تستخدمي برضو القشر الابيض ده ما بيترميش بس انا رميته يعني ممكن لو حابه ان انتي تعملي بيه توم باودر برضو بيبقى جميل جدا. بس انا بصراحه انا رميته. بتجففيه طبعا في الفرن لغايه ما يتحمص وبعد كده بتبداي ان انتي تفركيه او بتطحنيه في المطحنه. زي ما انتي شايفه كده انا بشيل القشره الخارجيه. بعد كده هتاخدي بتبقى سهل جدا مش صعب. انتي لو عملتي ال5 كيلو دول وهم ناشفين مش هتقدري تكمليهم اصلا. انا عملتهم ما خدتش فيهم يعني ساعه. اهم حاجه خدي بالك بس من العود اللي بيبقى في النص ده هوريهولك عشان خاطر ما يكسرش معاكي السكينه بتاعه الكبه او لو انت هتعملي في المفرمه بتاعه البسكوت اللي هي الوش اللي هو بيبقى فيه دواير خرام صغيره دي. هو ده اللي بيفرم التوم. هتشيلي الاجزاء اللي هي الراس اللي هي من فوق بتاعه التوم دي بالسكينه وهتشيلي القشر اللي هو ما بين كل فص اللي هتحسي ان هي ناشفه طريه خلاص سيبيها بتفرميها عادي. انا كنت بصراحه بفرمه عند الراجل بتاع التوم بس كان بيعمله بطريقه ما عجبتنيش. بيحط كده الراس زي ما هي كده بكل اللي فيها بالقشر بالعصايه اللي في النص اللي في التوم دي. فقلت لا انا افرمه في البيت انضف. انتي بتنضفيه بتشيلي القشر بتشيلي الحاجات اللي مش حابه ان انتي تحطيها فيها بيبقى انضف في البيت. انما انتي لو عملتيه بره بيحطي الراس زي ما هي كده بكل اللي فيها ويفرمهولك. فكده احسن. انتي اما تعمليه في البيت انضف وما بياخدش معاكي وقت. هجيب بقى الكبه. انا خلصت كده وانتي ما بتغسليهوش لان هو بيبقى نضيف من جوه. حابه اغسليه بس اهم حاجه ان انتي هتجففيه كويس بفوطه عشان خاطر ما يبقاش فيه اي ميه عشان طبعا لما تفرميه وتشيليه في الفريزر يبقى مش معبي ميه يبقى متجفف كده كويس من الميه.
هقطع بقى العيدان كده بالشكل ده عشان خاطر تبقى سهلة ان هي تتفرم في الكبة بسرعة. هي طبعا خضرة وبتتقطع بسهولة يعني مش ناشفة. هقطع بقى الكمية دي كلها زي ما انتي شايفة بالشكل ده، وبعد كده هقولك هنعمل ايه تاني. خدي بالك بس لو وانتي بتقطعي العيدان لقيتي السكينة مش بتمشي كويس في العود، اعرفي كده ان في النص برضو العصاية اللي هي الناشفة دي هتقشري القشر الاخضر كده هتفرميه عادي، والعصاية اللي من جوه الناشفة دي اللي صعبة ان انتي بتقطعي بالسكينة دي هتشيليها عشان خاطر برضو دي ما بتتفرمش وبتترمي، عشان كمان ما تأذيلكيش الكبة بتاعتك والسكينة تتكسر. هتحطي بقى في ملح وهتحطي زيت عشان خاطر دي المادة الحافظة بتاعة التوم، وتخلي اللون معاكي يفضل ابيض. الملح والزيت عشان خاطر يسهل معاكي لما تيجي تاخدي بعد كده، بعد ما يتفرز لما تيجي تاخدي بالمعلقة او بالسكينة يبقى سهل معاكي. انا حطيت كده في اول فرمة فرمتها معلقتين زيت كده كبار، وحطيت تقريبا معلقتين برضو ملح في كل حبة بتحطيهم في الكبة او في المفرمة، بتحطي الكمية اللي انا قلتلك عليها دي عشان خاطر دي المادة الحافظة بتاعت التوم، وفي نفس الوقت بتسهل معاكي لما تيجي تاخدي منه. هفرمها كده وانعمه خالص. انا حطيت طبعا فصوص توم عشان خاطر تدي للعيدان كده طعم وريحة، عشان لما اجي اتبل بيه الكبدة او الكبدة اللي هي الشرايح اللي هي بالردة دي، او السمك مثلا، الحاجات اللي انتي بتضطري ان انتي تشيل التتبيلة وما بتستخدميهاش تاني بترميها، عشان خاطر التوم طبعا هنفضل كل شوية نتبل بالتوم وبعد كده نرميه، فانا بستسهل بخلي العيدان وبتبقى فيها الطعم والريحة بتاعت التوم، لان هي عيدان بتبقى لسه خضرة. صدقيني لو عملتي التوم ده كل سنة زي كده، كل ما بيطلع في الصيف زي كده في اوله بتجيبيه اخضر وتفرميه، هيسهل عليكي كتير قوي لو انتي شغالة، او خصوصا لو معاكي اطفال بتاخدي الكمية اللي انتي عاوزاها وبترجعيه تاني الفريزر. هفرم بقى الكمية كلها زي ما انتي شايفة كده، ودي العيدان اللي انا هشيلها. انا عشان عندي عيدان من قبل كده فما خدتش كتير، انا خدت الحبة دول بس عشان بحتاجهم في الشوربة، بحطهم في شوربة اللحمة او في شوربة الخضار. عود كده اول ما الشوربة خلاص، يعني خلاص اللحمة استوت او الفراخ او شوربة الخضار، بشيل العود. بتشيلي زي كده في اكياس او في علبة وبتحطيه في الفريزر. هو مش بيتجمد يعني، هو بيفضل كل عود لوحده. انا خلاص خلصت كده، انا فرمتها ما نعمتهاش قوي يعني. احطها بقى في العلبة دي كده واسويها واغطيها بغطا والعلب دي جميلة جدا، ميزتها ان هي ما بتطلعش ريحة في الفريزر، وحلوة يعني ممكن تستخدميها بدل الاكياس وما بتاخدش مكان. لو انتي حابة تحطي في كيس حطي في كيس، بس بعد ما تحطي في الكيس اقفليه كويس، وممكن تحطيه جوه كيس تاني عشان خاطر، او تلفي عليه ستريتش عشان خاطر ما يطلعش ريحة ويكرف على بقية الاكل. وتكتبي اهم حاجة على الكيس او العلبة اللي انت هتحطي فيها، مثلا انت عاملة توم مفروم اكتبي عليه توم مفروم، عشان خاطر طبعا الواحد لما بيقعد فترة بينسى الحاجة اللي هو حاططها وبتتجمد، فممكن ما تنسي انت كنتي حاطة ايه. فاي حاجة تحطيها زي كده في الفريزر اكتبي عليها من فوق كده، بتكتبي على ورقة وتلزقيها عشان خاطر تسهلي عليكي الحاجة ما تيجي تطلعيها تبقي عارفة ده ايه. هخلص الكمية كده. انا حطيت برضو التوم هنا كده، خلصت اللي هو العيدان الخضرة، حطيت التوم وحطيت عليه برضو معلقتين الملح الكبار ومعلقتين زيت، وانتي بس حاطه في الكبة كده وبتفرم، تفتحي عليه الغطا وتقلبيه كده اللي في الجناب ده عشان خاطر كله يبقى زي بعضيه مفروم، ما يبقاش جزء خشن وجزء ناعم. هتقلبيه كده بالسباتيلا من الجناب وانا هنا بخليه يعني ناعم شوية عن الفرم طبعا الاخضر اللي انتي شفتيه العيدان، عشان خاطر طبعا انا معرفتش انعمها اكتر من كده عشان الكبة معايا مش مساعدة، انما التوم عشان اطرى شوية من العيدان فاتفرم مني على طول. بس انا مش عايزاه يعني ناعم جدا لدرجة ان هو ما اجي اطلعه ما اعرفش اطلعه بالمعلقة او بالسكينة، خليته متوسط ما بين الناعم وما بين الخشن. فانتي الفرمة دي انتي تتحكمي فيها زي ما انتي حابة. انا خلصت هي الفرمة الاولانية
وحطيت عليها الملح والزيت وخلصتي العلبة وسويتيها كده، تنضفي العلبة بمنديل او باي حاجة عشان خاطر ما يطلعش ريحة في الفريزر وتكرف على بقية الحاجة، او ممكن تلفي عليها ستريتش. اتشجعي بقى وما تكسليش وقومي كده واعملي الحاجات دي، هتوفر عليكي كتير في بقية السنة وفي شهر رمضان خصوصا عشان خاطر الوقت بيبقى قصير لو حابة ان انتي تعملي اي حاجة تانية. واستنيني في فيديو ان شاء الله عشان نحضر تفريزة رمضان، الخضار والفواكه عشان الموسم بتاعهم قرب يخلص. كده انا خلصت ال5 كيلو، عملوا معايا 3 علب زي ما انتوا شايفين كده، علب كبيرة مش صغيرة. دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.